اللي هو انت لسه بتاخد الكمبيوتر بتاعك او اللابتوب علشان تعمل له صيانه في مركز وتنزل ويندوز عليه. لا لا لا، احنا في القرن ال 21 دلوقتي. الموضوع بقى بسيط خالص. انت دلوقتي خليك معايا، ادخلك على الموقع تنزل اخر اصدار من ويندوز من شركه مايكروسوفت، وهتحرقه على الفلاشه بموضوع بسيط خالص. سواء اللاب بتاعك جيل اول، جيل ثاني، جيل 14، ايا كان، تحرق الويندوز على الفلاشه وتخش تعمل الويندوز بتاعك وتشرب الشاي، والموضوع بسيط خالص وانت في البيت. ما تحتاجش لحاجه، حتى لو الايه اللاب بتاعك قديم او جديد ايا كان، مفيش مشكله خالص. خليك معايا وتابع. اهم حاجه يكون عندك فلاشه 8 جيجا ماشي، 16 جيجا ماشي، اي فلاشه عندك. الفلاشه دهيت هنخش على الموقع الرسمي بتاع مايكروسوفت وهنحمل عليها الملف الايزو اللي هنحمل منه الويندوز بقى بتفاصيله كلها. يبقى المطلوب مني بس فلاشه وهبدا معاك التفاصيل. دلوقتي هنخش على الموقع زي ما انت شايف كده بالظبط. هفتح جوجل كروم اهوت، وهنا في خانه السيرش هكتب ويندوز 10 ليتست فيرجن، هيدخلني على موقع مايكروسوفت بحيث احمل منه ويندوز 10 اخر اصدار هي حطها الشركه زي ما انت شايف كده. تك انتر. هنا النهارده بقول لك بقى اهوت النهارده 2/6/2026، فبالتالي اخر اصدار حطاه مايكروسوفت هو الاصدار 22H2 زي ما انت شايف كده. هبدا اخش اهوت اعمل داونلود. اول اختيار بالنسبه لي الموقع هيحمل، هاجي تحت هنا تك داونلود ناو، هيبدا ينزل لي الاداه اللي من خلالها هنزل ملف الايزو. خلاص حمل الاداه بتاعتي اهيت، حجمها بسيط خالص 16 18 ميجا ولا 19 ميجا، حاجه بسيطه خالص. هنا بقى الاداه خلاص هفتح الاداه تك على مرتين، هيفتح الاداه اهيت قدامك اهي بالظبط. ركز معايا بقى في الخطوات دي. هنا هضغط على اكسبت، تمام. هنا في الخطوه ديت هختار الايزو، تمام. هنا بقى انا عايز بقى الويندوز بقى الواجهه بتاعته عربي، انجليزي، فرنساوي. شوف انت عايز انهي لغه بالظبط. عندك العربي اهيت موجوده، عندك الانجليش موجوده اللي كانت موجوده قبل كده، عندك الفرنسي موجوده. شوف عايز انهي اختيار فيهم، اختار اللي انت عايزه، اللغه اللي انت عايزها. وشوف بقى انت عايز بقى 64 ولا 32 على حسب البروسيسور بتاعك. عندك رامات 3 ولا عندك رامات اكتر من 3. وكمل نيكست واختار الايزو وتك نيكست، وشوف انت هتسيبها فين. احنا هنا هنسيبها على الدي، وهنسميها مثلا اسم مميز مثلا ويندوز اهوت 22H2 وليكن. خلاص واقول له سيف على كده. هيبدا ان هو ينزل لي الملف الايزو اللي هو من خلاله هبدا بعد كده في المرحله اللي جايه بقى ان انا احطه على الفلاش. لما يخلص معايا تحميل خلاص، الخطوه اللي بعد كده بقى ان انا هخش على الموقع اللي هو هنزل برنامج ريفيوز اهوت RUFUS اصدار اللي هو 14. ده اخر فيرجن بتاريخ النهارده طبعا 2/6. خلاص هخش اهوت على اول حاجه من الموقع الرسمي بتاع الشركه ريفيوز اهوت. هنزل ويندوز ريفيوز 14 اللي هو ده البرنامج بقى اللي من خلاله هاخد ملف الايزو اللي انا نزلته واحطه على الفلاشه بنظام البوتنج بقى. خلاص هنزل الريفيوز اهوت، ملف بسيط خالص اللي هو 2 ميجا الا كمان. خلاص اعمل له التحميل. خلاص نزل بالنسبه لي الملف اهوت الريفيوز اهوت بالنسبه لك زي ما انت شايف كده بالظبط. شغله بيقول لي عايز تعمل تشيك بقى لاخر حاجه. اقول لا مش عايز شكرا. هعمل سيلكت. لا انا كنت منزل ملف الايزو على الدي، اروح للدي اهوت هختار الملف الايزو ده. خلاص خلصت ماشي. انت هتنزل النسخه بتاعتك GBT ولا MBR دي خليها بقى حاجه منفصله كده فيديو لوحده، بس خلينا دلوقتي في GBT وعلى فات 32 وكمل اوكي على طول. اوكي هيفرمط الفلاشه مفيش مشكله. فرمط الفلاشه هيبدا خلاص يبدا يعمل لي كده بقى ياخد ملف الايزو اللي انا نزلته من على الموقع الرسمي يحطه على الفلاشه كوبينج بقى على الفلاشه بنظام البوتنج، علشان بعد كده لما سطب نسخه يبقى الفلاشه ديت معايا جاهزه انزل بيها نسخه مره 2 3 10 زي ما انا عايز مفيش مشكله خالص. واحتفظ بقى بالفلاشه دي عشان ما تتفيرس، احطها في مكان امن عشان ما تتفيرس مني. يبقى كده ملف الفلاشه ديت منين بقى محتاج اعمل نسخه الساعه 2 بالليل الساعه 10 ايا كان الساعه كام. خلاص احط الفلاشه بتاعتي واعمل بقى النسخه بطريقه سهله جدا جدا. خليك برضو متابع معايا.
خلاص كده الفلاشه بتاعتك بقى جاهزه كده، خلاص هتبدا بقى تعمل ويندوز بقى. هو كده الريفيوز خلص الكوبي اللي عليها، ابدا بقى احط الفلاشه في مكان اليو اس بي لللاب بتاعي او للكمبيوتر اللي انا عايز احطه بالظبط. اهوت هدخل بقى الفلاشه. بالنسبه لي طبعا الجهاز مقفول، الجهاز بتاعي سواء لابتوب او سواء كمبيوتر الجهاز بتاعي مقفول. خلاص احط الفلاشه، ابدا اشغل باور اهوت، اتكت باور، اتك اف 12. ده جهاز فوجيتسو سيمنز، فالبوتنج بتاعه بيجي من اف 12 اهوت، من اف 12. هيبدا من هنا الاختيارات، هختار بقى اليو اس بي اهي، اتك عليها انتر. تمام، هيبدا يعمل يخش بقى للبوتنج بقى، يحمل ملفات البوتنج اللي موجوده على الفلاش. يبدا يحمل معايا اهو. خلاص هنا هختار بقى اللغه اللي انا كنت مختارها بقى. انت عايز اللغه انجلش، خلاص خليها انجلش زي ما هي، ويو اس زي ما هي. خلاص اتك نيكست، امور سهله. اتك انستول ناو، ما في مشكله. وهنا اي دونت هاف اهوت ابرودكت كي، دي نسخه من الموقع الرسميه. هل لو هنزل النسخه البرو ما فيش مشكله. نيكست على كده اهو. هنا هختار اهوت اي اكسبت ذا ليسنز، نيكست. هنا الكاستم، عايزك بقى تركز معايا في الخطوه دي، مهمه جدا بالنسبه لي. انت لو مركب هنا اكتر من هارد فهيظهر لك اكتر من هارد، فانت شوف انت هتنزل نسخه على انهي هارد فيهم. ده درايف كام؟ 0. لو انت مركب هارد تاني كمان هتلاقي هنا درايف 1، هتلاقي هارد ثالث يبقى درايف ايه 2، وهكذا. فانت شوف هتنزل النسخه على انهي هارد، وركز في الخطوه دي كويس جدا. طيب انت هتنزل النسخه على الهارد ده. طيب مهم جدا بقى بالنسبه لي ان انا الهارد ده اعمل له لو الديليت دي متنشطه اتك على ديليت، ما تعملش فورمات. ديليت لو متنشطه وانت فرمت، ولا لو انت دلت السي ولا قدر الله ما طلعتش السي بعد كده، لا انا ممكن اعمل لك استرجاع للبيانات بطريقه سهله جدا. لو عملنا فورمات البيانات بترجع بس بطريقه صعبه جدا، فخلينا في الديليت بعد كده. دهيت اعمل لها ديليت واكمل نيكست على طول، بس مش اكتر. هتعمل ديليت للسي النسخه القديمه بمشتملاتها بحاجتها، وهتعمل نيكست. هيبدا يعد معاك بقى من 0% في المرحله الاولانيه. خلاص خلص. هيبدا يعمل كوبينج بقى للملفات اللي موجوده على الفلاشه، واخد بال حضرتك. هيبدا يعمل ملف الكوبينج بقى يخلصها ومع نفسه، وانت بقى عيش حياتك بقى براحتك. عايز بقى تشرب الشاي، تشوف بقى الحاجه بتاعتك اللي انت عايزها براحتك. هيخلص وده بقى معاك برضه. خلاص كده خلص مرحله الكوبينج، خلاص اهي. هيخش بقى على مرحله الانستوليشن فيتشرز، وبعد كده خلصها ايه، خش على الانستولينج ايه ابديتس. زي ما انت شايف كده بالظبط، ما بنتكاش على حاجه وبنعمل اي حاجه. هو بيخلص مرحله يخش على المرحله اللي بعديها. كده هيعمل بقى ريستارت عشان يبدا يكمل بقى الخطوات برده مع نفسه. انت بقى حابب في المرحله دي خلاص بقى تشيل الفلاشه، شيل بقى الفلاشه بتاعتك، خلاص كده دورها خلص خلاص. يعني هيبدا كده يعمل من غير فلاشه، هيكمل كده عادي خالص من غير فلاشه والامور بسيطه. يبدا يحمل اهوت عادي. خلي بالك انا شايل الفلاشه خلاص، ما عادش لها دور اهي، ما عادش لها دور خلاص.
هنا بختار النكست اهوت، خلاص يس، واضحه معاك، جاست ا مومنت اهو خلاص. بختار برضو يس برضو، وهنا بختار سكيب. تمام. مش هربط انترنت دلوقتي، اعمل له بقى ايه، اي اكسبت اي دونت هاف اهيت انترنت. نفس القصه برضو، كونتين ويز ليميت سيت اب، وهنا هروح لاكسبت. خلاص كده ايه، خلص معايا الخطوات بطريقه سهله وبسيطه، والامور بسيطه جدا جدا زي ما انت شايف. اكسبت بس. هذا الموضوع كله، النسخه نزلت، امورها بسيطه خالص. ابدا بعد كده بقى اعمل بقى تعريفاتك وبرامجك، امورها برضو سهله. نخليها في فيديو تاني برضو ولا حاجه ان شاء الله علشان ما نطولش عليك. يبقى انت كده خلاص نزلت الملف من على الموقع، حطيته على الفلاشه، سطبت من الفلاشه، احتفظت بيها. خلاص كده الامور بالنسبه لك سهله، تعملها براحتك بقى في اي وقت. اي استفسار انا معاك بقى على تواصل في التعليقات وفي الكومنت. شكرا لكم.